كنت كنتفرج في واحد اللايف ستريم ديال سهيل جاب معاه كومان. فهاد اللايف ستريم هضروا على بزاف ديال الحوايج، وفي الاخر اللايف هضروا على شي حوايج اللي صعيب نتيقهم وصعيب اي واحد يتيقهم، بحال الانوناكي، بحال اطلانتيس. رجعتي لي طابل سوميريان ولا رجعتي لي زانوناكي وهذوك اللي جاو من السماء واللي كيهضروا عليهم الثقافات القديمه، راه لي بيراميد راه ما بانيينهمش البشر، راه كيحاول البشر يتلصق عليهم. انا نقول لك وهادشي اللي سمعت منهم ما دخلش ليا الراسي. داكشي علاش مشيت كندير ريشيرش وكنقلب شكون هما هاد الانوناكي، كيفاش تبناو الاهرام، الحضاره اطلانتيس، والعلماء شنو كيقولوا في هاد الهضره هادي. ولقيت شي حوايج اللي بصح مثيرين للاهتمام وبصح منتشرين مؤخرا وعليهم بزاف ديال الهضره. اول حاجه بعدا خصنا نعرفوا شكون هما الانوناكي. الانوناكي هما مجموعه ديال الالهه اللي بانت في الحضارات القديمه بحال البابليه، بحال الاكاديه، بحال السومريه. وهاد الحضارات القديمه كان عندهم جوج ديال الالهه. كان عندهم انو اللي هو اله السماء، وكانت عندهم كي اللي هي الالهه ديال الارض. والاسم ديال الانوناكي كيعني هو ذريه الالهه ولا وليدات الالهه. هاد المساله ديال الانوناكي رجعت للساحه في 1970 مع واحد الكاتب سميتو زكريا سيتشين، اللي كتب لنا واحد المجموعه ديال الكتب اللي سميتهم كرونيكلز اوف ايرث. تعذبت باش نقولها. وهاد السي زكريا قال لنا في الكتوبه ديالو بلي الانوناكي هما واحد الناس جاونا من الفضاء الخارجي، وفي العمر ديالهم 450 ألف عام، من الكوكب ديالو اللي سميتو نيبيرو. وهذا الكوكب كان فيه مشكله وكان خاصهم الذهب ضروري باش يحميوا الغلاف الجوي ديالهم، وجاو الارض باش ياخذوا الذهب. وهذه المعلومات اللي حط سيتشين في الكتب ديالو جابهم من الترجمه للنصوص القديمه السومريه اللي دارها هو بيده. كيقول لنا سيتشين بلي هاد الانوناكي في الكوكب ديالهم كرياو واحد المدينه وخلقوا البشر باش يكونوا خدامه في ديك المدينه، وكانت عندهم واحد التكنولوجيا متقدمه بزاف، متقدمه حتى علينا حنا دابا. ولكن سيتشين فاش خرج من النظريه ديالو بزاف ديال العلماء انتقدوه، بحال جوزيف كامبل اللي قال عليه راك غير كتخربق، وميشيل هايزر حتى هو اللي قال ليه راك غير كتخور. بزاف اخرين قالوا ليه بلي الادله اللي عطيتينا ما هياش ادله علميه وهي غير ترجمه خاصه ديالك انت. اما الادله ديال بصح اللي عندنا حنايا كتقول بلي ما كاينينش انوناكي وما كاين حتى شي حاجه كتدل عليهم انهم جاوا للارض ولا انهم كان عندهم شي كوكب ولا اي حاجه من دوك الادعاءات اللي عطانا زكريا سيتشين. والانوناكي هما غير واحد الجزء من التراث البشري القديم والاساطير القديمه وما عندهم حتى علاقه بالواقع. ولكن واخا هكاك بانت واحد المغاره في الجزائر بانت واحد المغاره عندهم اللي سميتها طاسيلي. وهاد المغاره هادي بانوا فيها شي بلانات جداد اللي هما كانوا شحال هادي ما عرفوش العمر ديالهم. وفاش قلبوا العمر ديالهم لقاوهم اكثر من 300 ألف عام. يعني كان واحد البشر قبل 300 ألف عام وكان كيرسموا واحد الرسوم اللي في شكال في ديك المغاره، ودوك الرسوم على شكل مخلوقات فضائيه. دوك الرسوم كيبينوا واحد التكنولوجيا جديده بزاف اللي ما كانش عندهم داك الوقت، وكيبين شي بلانات اللي في شكال. وكانت تخلقات واحد البلباله وناضوا شي علماء حتى هما كيقولوا بلي راه واقيلا كاينين الانوناكي وواقيلا جاو مخلوقات فضائيه للارض وكان شي حاجه كاينه تما. ونوضوا بزاف من النقاشات على الاصل ديال هاد النقوش ومنين جاو وشنو مرسوم تما. ولكن واخا هاد البلباله كامله اللي ناضت بزاف العلماء قالوا بلي هادشي كامل غير تخربيق، بحال هنري لوت اللي خرجوا دواو بكل بساطه قالوا لا ما كاينش هادشي. هادوك النقوش ما كيعنيوش انهم جاو مخلوقات فضائيه، ولكن كيعني ببساطه انه شي ناس عاشوا في ديك الوقت وكانوا كيتخيلوا ولا كانوا كيتبوقوا ولا شنو كانوا كيديروا وكيرسموا في الحيط، كيرسموا اي حاجه تخيلوها. دونك ما كيعنيش انهم رسموا شي حاجه في داك الوقت انها فري كانت بصح. والتاريخ ديالنا البشري راه عامر بالخرافات، عامر بالخيال، عامر بالابداع. دونك هادشي ما كيعنيش انه حيت ترسمت في حيط قبل 300 ألف عام انها بصح كانت. وباش دير ادعاءات بحال هادو خاصك ادله قاطعه وادله حقيقيه اللي كتدل على انه كانت شي حضاره هنا قبل ولا كانت شي حاجه هنا قبل. وكاين شي وحدين كاع هربوا في التفكير وطلعوا في النيفو بحال السيكومان اللي كيقول باللي الانوناكي هما اللي بناو الاهرامات وبناو اطلانتيس، ولا على الاقل عاونوا في البناء ديالهم ولا جابوا للارض التكنولوجيا اللي غتخلينا نقدروا نبنيو الاهرامات ونقدروا نبنيو اطلانتيس. الكهرباء راه كاينه في الجو. البيراميد ستاسيون ديال الانرجي ديال الاتير. البيراميد كانت كتغطى بالبيض وكيدار فوق منها كانت بالذهب هي مغطيه كامله. ايوا كدار بالذهب باش تريسيبتي هذيك ستاسيون ديال الانرجي. لي فراون كانوا كيشدوا البولات كيشعلوا لان الانسان كيترونسمي الانرجي. الارض هي وكيظنوا كاع بلي الاهرام هما محطات ديال الطاقه حيت الشكل الهرمي ديالهم
كيخليهم انهم يجبدوا الطاقه كما قال لنا سهيل، انهم مغطين بالذهب وكيجبدوا الطاقه من الفضاء، وانهم كانت عندهم واحد التكنولوجيا هربانه وكانوا كيخدموا بالضوء وكانوا كيخدموا بشي حوايج اللي ما كانتش عند الناس بحالهم في ذاك الوقت. ودوك الناس اللي كيدعيو هذا الشيء كياكدوا الادعاءات ديالهم، كيقول لك ايوا قول لنا الشريف كيفاش تبناو الاهرامات. دوك الناس شحال هادي ما كانش عندهم ديك القدره انهم يبنيو هرم راه شي حاجه عظيمه بزاف. كيفاش داروا بناوه؟ فاش قلبت على كيفاش تبناو الاهرامات لقيت ان هاد الشيء معروف في الوسط العلمي وما فيهش بزاف ديال الجدال. والمصريين القدام ريقلوا داك الشيء بواحد الادوات بسيطه، ماشي شي حاجه اللي معقده بزاف. خدموا بالرافعات الخشبيه، خدموا بالادوات النحاسيه، خدموا بالادوات الحجريه وبالرمله والماء باش يقدروا ينقلوا الحجر اللي غيبنيو به الهرم. والبروفيسور مارك لينر والباحث زاهي حواس قدموا لنا دراسات على كيفاش المصريين القدام قدروا يبنيو الاهرامات غير بادوات بسيطه ومتاحه في ذاك الوقت. حتى في المجال ديال الهندسه والتخطيط المصريين القدام كانوا هاربين شويه في داكشي ديال الهندسه والتخطيط، وكانوا عندهم عقول ذكيه وكانوا كيعرفوا يديروا تصميمات. ولقينا اصلا تصميمات اوليه للاهرامات، يعني قادوا البلان وخرجوا الرخصه وكانوا خدامين، وحتى كانوا ستريكت مع العمال ديالهم. كنتي غتخدم 8 12 جوج 6 ما غاديش تغيب، غتعطل نص ساعه تنقص لك من الصالير، غتمشي تجيب ورقه السماح من عند الحارس العام. دونك كانوا مزيرين وكانوا مكرفسين شويه على الناس ديالهم، داكشي باش قدروا يبنيو لينا ديك العظمه كامله. وعندنا الدراسات ديال البروفيسور جي ديدان اللي عنده هاد السميه في شكل، والدراسات ديالو كتقول كيفاش المصريين بناو وحتى التقنيه اللي استخدموا والطريقه باش خططوا. دونك كلشي تقريبا معروف في الوسط العلمي، كاين شي حاجه اللي غامضه في الموضوع ديال بناء الاهرامات. بالنسبه للادعاء ديال ان الاهرام هما محطات ديال الطاقه، فهو واحد الادعاء اللي صعيب بزاف حيت ما عندنا حتى شي دليل عليه. الاهرام هما كانوا غير مقابر ديال الملوك المصريين القدام، كيقادوا بحال مقابر جماعيه ديال العائله الحاكمه، وكيدفنوا فيها جماعه باش يتلاقاو في الحياه الاخره، وكانوا كيدفنوا معهم حتى الذهب ديالهم وبزاف ديال الحوايج. اطلنطيد كيقول لك موريتانيا صح، بقى واحد اللعيبه في موريتانيا صدق. المحيط الاطلسي دايره كاينه في المغرب، واحد اللعيبه ما هي غارقه كاينه في لو فون ديال البحر، شاطوا منها شي وحدين ما ماتوش، ما غرقوش في ديك المدينه. دوك الوحدين كان عندهم النوليج وكانت عندهم لا سيونس، عاشوا في المغرب. المغرب شنو فيه؟ الفوسفات. كتلقى الفوسفات صافي ديال راه كانت واحد السيفيليزاسيون كبيره، البترول وديك فيها شي حاجه. اما بالنسبه للحضاره ديال اطلانتيس، اولا خاصنا نعرفوا شنو هي الحضاره ديال اطلانتيس. حضاره اطلانتيس هي واحد الحضاره متقدمه تكنولوجيا اللي كانت شحال هذه واللي ما بقاش ليها الاثار دابا، واللي كتب عليها افلاطون. وفي الحقيقه ما عندنا حتى شي دليل باللي كانت شي حضاره قديمه سميتها اطلانتيس وغرقات تحت الماء ولا عندها شي تكنولوجيا متقدمه. وكاين البروفيسور ريتشارد إيليس اللي دار واحد تحليل نقدي لهاد الاسطوره ديال اطلانتيس، وفي الاخير الاستنتاج ديالو كان ان افلاطون بغى يدعم الافكار ديالو وعطى مثال بواحد المدينه خياليه اللي هي اطلانتيس. دونك الادله العلميه ليومنا هذا كتثبت انه ما كاينش شي حاجه سميتها اطلانتيس، او على الاقل التكنولوجيا اللي واصل ليها دابا والبحث العلمي اللي واصل ليه دابا كيدل باللي ما كاينش شي حاجه سميتها اطلانتيس. في المستقبل تقدر تبان شكون عارف. المهم خلاصه من هذا الشيء كامل، من بعد تقريبا 3 ايام ديال البحث و3 ايام ديال التقلاب، لقيت ان هاد الظاهره هذه منتشره بزاف وبزاف الناس كيامنوا بها. وبصراحه ما عنديش مشكل ان الناس يامنوا بشي حاجه بحال هكا، حيت الايمان كيبقى واحد الحاجه ديال فرديه ديال كل شخص، ومن حق اي واحد يامن باي حاجه بغاها. مي بالنسبه لي انا يعني كيبان لي هادشي اسطوره قديمه، وبحال بزاف ديال الاساطير القديمه اللي ما نقدرش نتيقها حيت ما عليهاش دلائل اركيولوجيه او ما عليهاش حتى شي دلائل علميه. ما كيبقاو قصص زوينه ومشوقه صراحه، وفيها بزاف ديال التفاصيل اللي كتبين ان الناس القدام كانت هما عندهم واحد الخيال واعر، وكان عندهم واحد بلانات ناضين صراحه، وكانوا هربانين في التفكير ديالهم. يعني راه كتعرف الناس غير من الخيال ديالهم والابداع ديالهم. لو وصلتي لهنا شكرا حيت عطيتيني شويه الوقت ديالك، ولا بغيتي شي حاجه اخرى تبان لك بحال هادشي دير شي ابوني ودير شي كومونتير زوين، وشكرا حيت تفرجتوا فيا حتى لدابا، ونتشافوا في شي حلقه اخرى.